اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة هويدا زغلول، ويلا بينا نبدأ قصتنا. وقبل ما أبدأ حكايتنا أحب أعرفكم على بطل قصتنا النهاردة، واللي اسمها هالة وعندها 26 سنة، متجوزة وهي وحيدة أمها وأبوها. أمها توفت وأبوها اتجوز وجاب لها مرات أب. في يوم كانت هالة بتحضر فطار كالعادة، وصحي أحمد من النوم ولقى السفرة عليها الفطار. إيه ده كله؟ إيه ده؟ هو في حد معزوم عندنا ولا إيه؟ إيه كل الأكل ده يا ست هانم؟ فين كل الأكل ده؟ ده أنا يا دوب قليت بيضة بس وفول وجبنة. فين الأكل الكتير بقى؟ ليه تقلي بيضة أصلا؟ أنت عارفة البيضة بقى بكام دلوقتي؟ عشان تروحي أنت بسهولة كده وتعملها لنا على الفطار؟ ما هو ده فطار الناس العادية طبيعي. أمال يعني هنفطر إيه؟ جبنة؟ مالها الجبنة يا أختي؟ اشتكيت لك من حاجة لما نفطر بيها؟ ها؟ بس إزاي بنت السفيرة عايزة تفطر جبنة؟ لا إزاي، ما يصحش. أنا كذا مرة أقول لك عايز تعترض على أي حاجة أعترض، بس اسم أمي يجي في أي نقاش أنا ما اسمحلكش أبدا، سامع؟ لا يا أختي على صوتك كمان أكتر وأكتر، أنا عايز جيران تسمع، والشراء يا أختي لسه ما سمعوش. ما أنت متعودة ودي تربيتك. هو اللي أنا نسيت؟ معلش، أنت ما تربيتش أصلا، أمك ماتت وأنت عيلة صغيرة، فلا أعذرك بصراحة أعذرك. قصدك إيه بقى إن شاء الله بكلامك ده يا أستاذ؟ قصدي اللي فهمتيه يا ست هانم. وبعدين مش كل يوم نفس الموشح ده ونفس المولع على الصبح، دي مبقتش عيشة. أول مرة تقول حاجة عندك حق فيها، دي فعلا مبقتش عيشة، كل يوم خناق خناق ونكد وقرف، دي بقت عيشة تأثر العمر، حرام عليك. بقى أنا عشت قرف بعد ده كله تقولي كده؟ لا، ده احنا نرجع لأبوكي بقى ويشوف حل معاكي، وهو اللي هيرد عليكي. وانا بقى مش بتهدد يا احمد، كلم ابويا وانا اقول له الخناقه على ايه ونسيب له بقى الحكم. بس كده من عيوني، طلبتيها ونقولتيها يا هاله، انا هتصل عليه. من عيوني من عيوني، اصبري بس. وفعلا احمد اخد التليفون واتصل على ابوها اللي جه في وقتها على طول ودخل الشقه. خير يا احمد يا ابني، جبتني على ملاوش على الصبح كده ليه؟ في ايه؟ اتفضل يا حمايه، شوف لك صرفه بقى مع بنتك، لاني خلاص تعبت منها، سنتين عايش في نكد وبس. ده بدل ما تدلع جوزها زي بقيه الستات، لا دي تصبح عليه بخناق وشها زي الفقر. انا جبتك بقى شوف لك حل انت بقى. والله انا مش عارفه مين اللي يشوف حل لمين، ولا مين اللي مبقاش مرتاح. ده انت اللي بقيت راجل تغم. عند الجمله دي نزلت ايد ابوها عم نصر على وشها. في يا بابا؟ اخرسي يا ليله الربايه، هو انا ما عرفتش اربيكي ولا ايه؟ لا فوقي، لو ما اتكلمتيش عادل مع جوزك هوريكي. هاله بصدمه من ضرب ابوها ليها قدام جوزها اللي بص لها بشماته. بقى كده يا بابا تضربني؟ تضرب بنتك بدل ما تنصفها وتقف معاها؟ حرام عليك. واكسر ضلوعك كمان ومن غير ما اسمع منك. هو عنده حق، ما مال وعمل، هو الصح. تعيش يا حمايه، والله انا بس جبتك عشان تشوف بعينك بنتك واللي بتعمله معايا. ده عين العقل اللي عملته يا ابني، وفي اي وقت طولت لسانها وقلت ادبها كلمني وانا اجي اظبطها لك. اكيد هو ده اللي هيحصل، عشان انت عارف ان انا ما اقدرش امد ايدي عليها. طول عمرك ابن اصول ومتربي، وبحمد ربنا دايما ان انا اتجوزت خالتك عشان انت تبقى نسيبي. ابقى في مره كده فوت علينا، اقعد شويه معانا. حاضر يا عمي، هبقى اجيلكم ان شاء الله. ماشي يا ابني، انا هستأذن بقى، وزي ما قلت لك لو حصل اي حاجه منها كلمني. يلا سلام عليكم. ونزل ناصر واحمد قفل الباب ورجع بص لهاله اللي كانت واقفه قدامه مكسوره من اللي حصل. يا ريت القطه تكون اتعلمت الدرس كويس قوي، ان الكل غلط هيكون في عقاب. وانا بصراحه العقاب المره دي كيفني قوي وفتح نفسي على الفطار. ما تيجي تاكلي معايا يا حبيبتي؟ هو اللي انت اكيد شبعتي بعد الكف اللي اخدتيه من ابوكي، بس لو جيتي الحق هو جامد بصراحه. وقعد احمد على السفره بكل برود وكان بيفطر. في نفس الوقت هلا اخدت بعضها ولملمت الباقي من كرامتها ودخلت اوضتها وفضلت تعيط جامد. يا رب انت اللي عالم، انا عشت وشفت قد ايه ذل ومرمطه واهانه بسبب واحد مش بيعرف يثبت رجولته غير بالزعيق والشخط. يا رب هونها عليا يا رب من عندك وهديه. وبعد شويه هلا سمعت انه باب الشقه اتفتح وكمان اتقفل. وقتها عرفت انه احمد نزل شغله واخدت نفسها بارتياح. وفجاه تليفونها رن وكانت صاحبتها وفاء. نقول الو على الكلبوبه اللي مش بتسال على صاحبتها خالص، اللي سي احمد اخدها مننا ولا ايه بقى؟ هلا مسحت دموعها وابتسمت. والله وحشاني خالص يا فوفا، وكنت هكلمك بس انت سبقتيني. طول عمري احسن منك، وبعدين اول ما اتجوزتي قلت الجواز بيلي عذرتك، بس بعد ما انا اتجوزت بعدك بقى محمد هو اللي بيهزر معايا ويقول لي وانت مالكيش صحاب خالص تتكلمي معاهم. حبيت بقى اثبت له العكس واكلمك. قولي كده بقى، مكلماني مصلحه صح؟ اعترفي. اخ عليكي، مش كده خالص، ده انا كنت بكلمك واقول لك ان انا نازله اشتري حبه حاجات. محمد اداني فلوس وقال لي انزلي جيبي اللي نفسك فيه، وكان هينزل يشتري معايا بس ما رضيتش وزحلقته. قلت بقى البت هاله اولى بالطلعه دي معايا، اهو منها نشتري حبه حاجات سوا ومنها اشوفك، ولا ايه رايك؟ طب والله خروجه جت في وقتها، الواحد كان محتاج يغير جو فعلا شويه ويجيب له برده كام حاجه كده جديده. طب ايه، هننزل النهارده يعني؟ لا مش النهارده، خليها بكره. اصل محمد قال لي بما اني مش هينزل معايا فقال لي بقى انه هيخرجني النهارده يعوضني يعني عن خروجه بكره. خلاص تمام يا حبيبتي، هستناكي بكره ننزل مع بعض. اتفقنا يا قلبي. معلش بقى انا هقفل لان محمد بيرن عليا في نفس الوقت. معلش هو كده طالما في الشغل مش بيبطل رن، كل دقيقه لازم يطمن عليا بعمل ايه. لا طبعا يا حبيبتي، روحي شوفي هو عايز ايه وربنا يخليكم لبعض. يلا سلام. وقفلت هلا مع صاحبتها وفاء وقعدت تقارن تصرفات احمد
بتصرفات اي واحده من اصحابها، وانه ليه مش زي بقيه الرجاله. عدى الوقت وجي احمد بالليل متاخر، وكانت هالة نايمه. دخل الاوضه. اتاخرت ليه النهارده كل ده؟ على اساس يعني ان كنت قلقانه مثلا، ولا شايفك مثلا قاعده مستنياني زي ما بقيه الستات التانيه ما بتعمل؟ بس ازاي تستني جوزك تتعبي ويحصل لك حاجه لو عملتي كده زي بقيه الستات؟ ها، هو انت اصلا زي بقيه الرجاله؟ احمد بعصبيه قرب منها جامد ومسك هالة من دراعها. تقصدي ايه بكلامك ده؟ انطقي. مش قصدي اللي فهمته، مش قصدي. انا قصدي يعني ان انت مش زي بقيه الرجاله اللي بتسال على مراتاتها يعني ايه بتعمل ايه طول اليوم. وليه بقى ان شاء الله؟ وانا سايبك في الصحراء ولا ايه؟ وبعدين انت ما يتخافش عليكي، انت لو عليكي تموتي بلد كامله، وعارفه ان انت الوحيده اللي عايشه كده عشان انت ست فقر. وزقها جامد من دراعها لدرجه انها كانت هتقع، وراح غير هدومه ونام. وهلا راحت نامت على الناحيه التانيه، نامت وهي دموعها على خدها. تاني يوم الصبح صحيت هاله وحضرت الفطار، وطلع احمد من اوضته. لا جدع يا بنت هاله، عجبتيني قوي النهارده ان انت حطيتي طبق جبنه بس. طب شايفه والنبي، شايفه الطبق منور ازاي في نص السفره؟ عشان كده حطيته. صحيح انا كنت عايزه اقولك على حاجه. ها، انا كنت حاسس والله، ومستني بقى تنكدي عليا ازاي. فيلا ابدا، انا سامع. هو يعني انا كنت محتاجه فلوس. نعم يا اختي، فلوس؟ عايزه فلوس ليه ان شاء الله؟ ايه اللي ناقصك؟ لا هو من ناحيه ناقصني، فانا ناقصني كتير قوي. انا واحده بقالي سنتين ما حطيتش هدمه جديده عليا، وكل هدومي دابت عليا. بقى انت عايزه فلوس عشان تشتري لبس؟ يا بجحتك، وجايه تقوليها كده عادي؟ هو انت ايه، مفيش دم خالص كده؟ يعني مش مكفيكي انك مضيعه شقايه وتعبي على الاكل كل اسبوع؟ ده انت كل اسبوع بتعوزيلك فرخه، ده غير طلبات البيت اللي مش بتخلص. انت عايشه عشان تاكلي وبس. ده انا بقيت مديون من تحت راسك ومن تحت اكلك وشربك. كل ده عشان قلت لك عايزه اشتري حاجه ليا؟ خلاص مش عايزه. بعد ايه؟ ها، بعد ايه؟ بعد ما سممتي عليا لقمه؟ يا شيخه بقى، ده الواحد يغور في مصيبه احسن من وشك. ولبس هدومه ونزل على شغله. عدت الايام وكانت حياه هاله صعبه جدا مع احمد. وفي يوم كان في وقت متاخر قوي، سمعت احمد وهو بيتكلم مع حد في الصاله بره. بس بقول لك يا صوفي، انت طلعتي جامده قوي. لا بجد ايه، انا كاحمد انبسطت قوي، وعايز اللي حصل ده يكرر تاني. وهاله بصدمه حطت ايديها على بقها عشان تمنع شهقتها تعمل صوت، وفضلت دموعها على خدها. واحمد كمل كلامه. بصي يا صوفي يا قلب، انت بعتي رقم فودافون كاش وانا هحولك عليه، وبعدين حاولي تنزلي السعر شويه، لان دي مش هتكون اول ليله مع بعض. شكلها الجايات هتفضل ما بيننا كتير. وبصراحه انت عجبتيني قوي لما بعتي لي صورتك وانت بقى. لسه احمد هيكمل كلامه، كانت هنا هاله بقى جابت اخرها وطلعت من ورا الباب ومسكت احمد من هدومه. يا خاين يا كلب، بقى بعد كل اللي انا استحملته معاك ده جاي تخن انت كده عادي بسهوله كده، وكمان بالطريقه القذره دي؟ احمد اتخض في الاول وبعدين استوعب اللي حصل. يا اختي بخونك واخونك كمان، عندك مشكله في كده؟ ده انت ست حلال فيها الخيانه اصلا. هلا قربت منه وكانت عايزه تضربه. يا حقير، قولي كان كمان تقولي كده في وشي؟ اما وريتك. طب والله لا اقول لابويا يا اللي عامل لي قدامه انك سيد الرجاله. احمد بعصبيه مسكها من شعرها، فضل يضرب فيها. اوعى ايدك دي يا حيوان. انا ارجل واحد في اهلك وعيلتك كلها، ولو على الرجاله فتعالي بقى انا هوريكي، عشان يعني يبقى ضرب على حق وتروحي لابوك على حاجه تستاهل. وفضل احمد يضرب في هاله جامد وبكل وحشيه. وبعد وقت سابها ومشي، وهاله وقفت على رجليها بالعافيه ولبست وراحت عند بيت ابوها. واللي اول ما دخلت وشاف شكلها كده. خير، عملتي ايه تاني؟ لسانك طول في ايه المره دي؟ خليتيه دشملك الدشمله دي؟ طلع بيخوني يا بابا، طلع خاين، ولما واجهته هراني ضرب وبهدلني زي ما انت شايف كده. انا جايه لك وعايزه حقي منه. تعرفي والله انا كنت مستغرب احمد طول السنتين دول ازاي صبر عليكي وازاي ما خانكيش. وبعدين حقه بصراحه، ما لعب فيكي، ما انت مش واخده بالك منه خالص ومن طلباته. ما انت لو ست شاطره وواعيه ما كانش فكر في كده ابدا. نعم، يعني انت شايف برضو رغم كل ده ان برضو الغلط عندي انا؟ عم ناصر قعد بقى ريحيه على الكنبه. ومش شايف غير انه الغلط عندك انت. روحي يا لأسر الشر وروحي على بيت جوزك وشوفي انت مقصره في ايه معاه وصلحيه، وراضيه بكلمتين. روحي يلا. وجت تعظيم مرات ابويا من المطبخ. انا رايي من راي ابوكي، روحي يلا، روحي بيت جوزك. البت مهما حصل ملاش غير بيت جوزها وبس. وطلعت هاله من بيت ابوها وحست ان ابوها قطم لها ظهرها، ورجعت بيت جوزها ولقيت احمد قاعد وحاطط رجل على رجل. وكان عليكي بيه ده كله بس مش نابك بس غير تعب المشوار. هاله بصت له بدموع ودخلت على اوضتها من سكات. وعدت الايام وكان احمد لسه بيخون هاله مع ستات اشكال والوان، وقلل خالص من مصروف البيت عشان يصرف على نزواته. وهاله ما كانتش تقدر تتكلم ولا تعترض. وفي يوم رجع احمد وفتح الباب ودخل هو وامه اللي كانت قاعده على كرسي بعجل. انا جبت امي تعيش معانا، خدي بالك منها وراعيها كويس قوي، لان انا مش معايا فلوس اجيب واحده تخدمها، فانا قلت تعملي بلقمتك بقى بدل ما انت قاعده كده وبس ولا منك اي فايده. هاله سمعت الاهانه من احمد وما ردتش عليه، ونزلت تحت المستوى امه. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ احسن منك. يا رب دايما تكوني احسن مني. اسيبكم انا بقى وانزلها عشان ورايا مشوار. بصي بقى يا حبيبتي، من اولها كده انا احمد حكي لي عن كل حاجه عنك،
وانك قد ايه واحده مضيعه شقه وتعبه، وهو ده اللي خلاه ما يقدرش يجيب لي واحده تراعيني، فبسببك هتحمل اني اقعد في وشك. واوعي تفكري عشان انا واحده عاجزه فهكون مش مصحصحالك، لا انا فيا قوي. وهلا بوجع في قلبها ودموع حاولت ما تنزلهاش. انا تحت امرك في اي حاجه تطلبيها مني، لو احتجتي اي حاجه في اي وقت نادي عليا بس. ما ده الطبيعي، انا هعمل كده. احسن تفتكري يعني انك هتحني عليا بخدمتك ليا؟ لا يا حلوه، انا قاعده في بيت ابني. نورتي بيت ابنك. طيب يا اختي يلا بقى وريني شطارتك كده ودخليني اوضتي عشان تغيري لي. حاضر يا ماما حاضر. وفعلا دخلتها اوضتها وغيرت لها هدومها. يلا بقى غوري من وشي، شوفي وراكي ايه واعمليه، ومجرد ما اقول يا هاله تجيلي، ومش عايزه اكرر اسمك مرتين. ها حاضر يا ماما من عيوني. بلاش يا اختي جو الطاعه ده، لاني عارفاهم الشويتين دول كويس قوي. فيلا روحي شوفي هتهببي ايه. طلعت هاله من اوضه مرزوقه وحطت ايديها على بقها وفضلت تعيط جامد قوي على وضعها اللي اتحطت فيه ده. وبعد مرور 3 شهور، الاكل اللي انت عاملاه زي وشك ده ملوش ولا طعم ولا ريحه، ده ايه ده؟ عشان بس تعرفي يومي انا كنت عايش في ايه ومع مين. انا بس معاده معايا شفقه بعد ما ابويا رماها ليا، ده حتى بعد موته وهي بقت زي العال عليا. عذرتك يا ابني والله لما جيت هنا وشفت. ربنا يقويك ويرحمك يا رب من البلوه دي. وفجاه باب الشقه خبط واحمد بص لهاله. بت انت مش سامعه الباب ولا ايه؟ يلا روحي. وهاله راحت فتحت الباب ولقيت محمود اخو احمد. اتفضل يا محمود. ايزي فضلك يا هاله. ودخل محمود الشقه. هتشرب ايه بقى؟ لا ما تتعبيش نفسك، انا بس يا دوب اطمن على امي وامشي على طول. هو انت يا اختي لسه هتتكلمي وتحكي معاه؟ امي اعمل له اي حاجه انجزي. والله انا مش محتاجه اشرب حاجه يا امي، ما تتعبيش نفسك يا هاله. لا اللي زي هاله دي مش بتتعب خالص، وحتى لو تعبت ما تريحهاش كده. بالظبط كده، اهو بتعمل باللقمه اللي بتاكلها، فروحي اعملي حاجه نشربها يلا. هاله بحزن وملامح دبلانه. حاضر من عيوني. اوعى يا ابني تتغر فيها، دي ميه من تحت تبني سهونه. طول الوقت اللي قعدت هنا فيه عامله فيها ملك الرحمه اللي بتراعيني، بس انا قرشاها. ربنا يصلح الحال، انا بس جيت اطمن عليكي وعلى صحتك قبل ما اروح. مع انك يعني مش ابن بطني وابن جوزي يا محمود، بس معزتك عندي زي معزه احمد بالظبط والله. عارف والله يا امي، عشان كده بقى جيت وجبت لك الطلبات دي معايا، جبتها للبيت، ولو احتجتوا اي حاجه كلموني. ليه تعبت نفسك بس؟ وفضل يقلب ويفتش في الاكياس زي المحروم. استاذن انا بقى. طب والعصير اللي انا عملته ده؟ معلش عشان مستعجل بس، خلي وقت تاني. وطلع محمود من الشقه ومشي. هاتي يا اختي انا العصير ده، هاتي يا بت. اتفضلي يا ماما. مرزوقه مسكت الكوبايه وكبت العصير على الارض. امسحي بقى. ليه عملتي كده وكبتي العصير ليه؟ انت مش عارفه السكر بقى بكام دلوقتي؟ تقومي تكبيه كده بسهوله؟ هلا هنا بقى كان صبرها نفس خلاص. انا تعبت بجد، اذا كان منك ولا من امك. استحملت كتير قوي منكم، وقلت وماله ايه بت، ست عاجزه ومش قادره على الحركه، راعيها واكسبي فيها ثواب. وشفت منك اللي ما فيش بني ادم طبيعي يستحمله منك، كنت بحميكي وبغيرلك، حتى نومتي ما كنتش مهنياني عليها. انت عاجزه ومش قادره من رجلك، بس اللي لسان بقى كان بيجلد فيا وبس. اما ابنك بقى اللي بيخاف يدفع جنيه ويصرف بس على الناس اللي بره، ويجي عندي انا ويطلعهم عليا ويقول لي معيش، ويقعد يضرب فيا واهانه وخيانه، وبسمع خيانته ليا واقول يا بت خلاص استحملي، بس لحد هنا بقى وبس. كفايه قوي، انا مش عبده ولا خدامه اشتريتوها، انا عايزه اتطلق. طب بدل كل موشع ده كنت قلتي ان انت عايزه تطلقي وانا كنت هطلقك. اوعى تطلقها يا واد، خليها كده وسيبك من اللي قالته ده دلع بنات ماسخ، انا عارفه القلايب دي كويس. لا ياما انا هطلقها، وطالما هي اللي طلبت الطلاق يبقى ملاش عندي ولا اي جنيه، وانا كنت عايزه هي اللي تطلب مني كده. فروحي بقى هلا وانت طالب ب3، خليني اشوف حياتي. هلا عند الكلمه دي حست انها مسجون واتحرر من حبسه، وراحت شقه امها عاشت فيها. وبعد مرور 4 شهور كانت قاعده هلا على مكتبها ودخل عليها محمود. ايه ده ايه الصدفه الحلوه دي؟ ازيك يا هلا، انت شغاله هنا ولا ايه؟ هلا شافت محمود وابتسمت باحترام. اهلا ازيك يا محمود، ايه فعلا الصدفه دي؟ انا شغاله هنا بقالي فتره، انت جاي في حاجه معاك ولا ايه؟ طب ليه يا بنتي مكلمتنيش؟ ده صاحب الشركه هنا معرفه، كنتي قلتي لي اوصي عليكي، وبعدين انا جاي هنا يا ستي عشان ارخص عربيتي. طب لو احتجت اي حاجه انا موجوده. تسلمي يا هلا، وكمان انا متاسف جدا على اللي حصل من احمد، اني يعني ما قدرتش اقف معاكي طول الوقت. الواحد هيعمل ايه يعني؟ الواحد مش بياخد اكتر من نصيبه. على رايك. وبعدين انا زعلت جدا لما عرفت ان هو بعد ما انتي مشيتي اتجوز واحده كده، وما رضتش تقعد مرات ابويا معاها وخليته يوديها دار مسنين. انا كنت سمعت بحاجه زي كده. يلا ربنا فعلا عادل ومش بيسيب حق حد مظلوم ابدا. عندك حق. المهم خدي يا ستي رقم تليفوني، لو احتجتي اي حاجه في اي وقت كلميني على طول، ما تتردديش. ها هلا اخدت منه الرقم وسجلته عندها. انا مش عارفه اقول لك ايه يا محمود، تسلم. انا ما عملتش حاجه، انت اللي تستاهلي كل خير. بعد اذنك بقى انا مضطره امشي عشان عندي شغل كده، واكيد هنتقابل تاني ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. وسابها محمود ومشي. وعدت الايام، وفعلا محمود وصى صاحبه على هاله وزودها في المرتب. وقررت هاله تتصل بمحمود عشان تكلمه وتشكره، واتصلت عليه. الو ازيك يا محمود؟ ازيك يا هاله عامله ايه؟
لا شاطر، مركز وعارف صوتي. انا قلت والله مش هتعرفني. لا ازاي بقى ما اعرفش صوتك؟ ده انا عارفه كويس جدا. والله انا كنت مكلمك عشان اشكرك على اللي عملته معايا في الشغل. حقيقي تسلم لي يا محمود. ما تشكرنيش يا هاله، انت حد شاطر جدا وناجح في شغله وتستاهلي كل خير. ومن هنا كانت البدايه لمحمود وهاله اللي بقوا يتكلموا ويتقابلوا دايما، واللي قربوا من بعض قوي. ومؤخرا كل واحد لقى في التاني اللي بيدور عليه. وفي يوم محمود راح لهاله الشركه ودخل مكتبها ولقاها سرحانه. سرحانه فيا صح؟ قولي ما تخبيش. هاله اتكسفت جدا، ما عرفتش تقوليه لان فعلا هي كانت سرحانه فيه. ها مين انا؟ لا طبعا. قال سرحانه فيك؟ قال مش حقيقي طبعا. خلاص الاجابه واضحه. خلاص بقى ما تحاوليش، قفشتك. ها بقى انت قلت لي جاي عايز ايه؟ بتغلوشي بقى. ماشي، انا جايه يا ستي عشان اقول لك اني عايزه اتجوزك. ايه رايك؟ ايه؟ زي ما سمعت كده. انا مؤخرا بقيت بحس ان انا مايل لك جدا، وبصراحه بقى مش بتطلعي من دماغي خالص. ولما لقيت مشاعري بدات تتحرك ناحيتك قلت بس يبقى لازم اجي بقى دغري واقول لك بقى ان انا بحبك. فهي يا ستي بقى انت ايه رايك؟ هو يعني انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. قولي انك موافقه وانا هبقى اسعد راجل في الدنيا. ها بقى موافقه؟ قولي موافقه، قولي موافقه بقى، الله يسترك. موافقه ماشي. وبعد مرور سنه كانت هاله قاعده على الكنبه في الصاله وعماله تعيط جامد، ودخل محمود في الوقت ده الشقه وجري على هاله بخضه. ايه ده في ايه يا هاله؟ مالك حبيبتي؟ انت كويسه؟ بتعيطي ليه؟ احنا ما كانش ينفع نتجوز يا محمود، ما كانش ينفع. اللي انت بتقوليه ده ما تعملش نفسك مش عارف اللي بيتقال بره عليا ولا احمد بيقوله. لا سامع وعارف، وده شيء ما يهمنيش في حاجه. ازاي بس ما يهمكش؟ ده بيقولوا عليا ان انا خططت لكل ده واتطلقت منه عشان اتجوزك، وكل الناس صدقت الكلام ده وبداوا يلسنوا عليا في الطلعه والنازله. انا تعبت يا محمود، والله تعبت. محمود اخدها في حضنه وطبطب عليها. ايه دي عشان خاطري بلاش تعيطي بقى، دموعك دي غاليه عليا قوي انها تنزل على واحد زي ده. وبعدين احنا ما عملناش اي حاجه غلط يا هلا عشان نخاف منها. هو اللي عمل كل الشوشره دي لما مراته بهدلته في المحاكم واخدت كل اللي وراه واللي قدامه. ولكن انت بقى عشتي حياتك، فهو جاي بقى دلوقتي بيحاول يبوظ حياتنا زي ما حياته باظت بالظبط. وبعدين انت مش جديد عليكي يعني، ما انت عارفه ان الناس ما بتصدق تمسك سيره واحد بكره ينسوا ويتكلموا على اي حد تاني. وبعدين انا معاكي، مستحيل اقبل ان اي حد يجيب سيره مراتي باي سوء، سامعه ولا لا؟ هلا طلعت من حضنه وبصيت له جامد. انا بحبك قوي يا محمود، بجد بحبك. انت الحاجه الوحيده اللي جت نورت حياتي بعد كل اللي شفته. انا عارفه ان ممكن ناس كتير قوي تشوفني وحشه وما تحسش باللي انا عديت بيه ومريت بيه، وما يفتكروش غير بس ان انا اتطلقت من جوزي عشان بس اتجوز اخوه. بس مش مشكله، انا مرتاحه مبسوطه معاك ومش هعمل بكلام الناس زي ما انت قلت لي بالظبط. واهم حاجه عندي بقى انك تكوني مبسوطه ومرتاحه معايا يا روح قلب محمود انت. هاله ابتسمت ورجعت تاني اترمت في حضنه وغمضت عيونها في ارتياح، ودعت ربنا كتير انه يديمه في حياتها وان الناس تقدرها وتفهم موقفها. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.